بعذر السحاب اللي يترزم الأهل، بعذر والي العرش لو ما سقانا. أبيات غيرت موقف قبيلة. شغل البيت اللي قلته قبل شوي هذا الدوس الشبرمي. أبوها أمير سميرة، هجرة قرب حايل. في حنشل أذوا أهل القصيم، دائما يسرقون بيوتهم ودائما يأخذون من حلالهم. هالحنشل سووا لهم كمين ولكنهم فلتوا وطردوهم. أهل القصيم طردوهم طرد الحيلة. يوم وصلوا سميرة، يوم دخلوا سميرة ينصفون بيت الشبرمي يدخلون عليه. جو راعي سميرة وبين قوية قالوا نبيك تسلمنا هالحنشل، هذولا أذونا وسرقوا وما خلوا شيء وروعونا. نبي ترى تيا تسلمنا يا نروح نشكيك للإمام، ما فيها كلام. كان وقتها حاكم الدرعية الإمام محمد الظاهر بن سعود. الشبرمي يخبر الإمام يطبق الشريعة على الكل. في طريقة ذي إذا حماهم يعني خالف الإمام وتورط. الشبرمي جمع ربعه وجماعته وشاورهم، وكأن الآراء مالت إلى تسليمهم. والله تجي دوسة وتوقف على الباب، وشافتهم إنهم ناويين يسلمون دخيلهم، وهي تعطيهم هاك الأبيات اللي يحبها قلبك. تسمعون بعذر السحاب اللي يتزبر الأهل، وبعذر والي العرش لو ما سقانا. أخذ الدخيل وداخل البيت محل، لولاه يا من جالنا ما نصانا. المرة الأخرى يجنب اليذل، وما ضاقت الدنيا عليهم حذانا. حيث من يغوش وحيث انك اندل، لو مرشد حي سيفه حمانا. ويتهيضون أهل سميرة كلهم ويطردون أهل القصيم. قالوا ما لكم شيء عندنا ودخلانا ما احنا مسلمينهم، يلا الباب. قبل ما طردوهم يروحون يشكونها عند الإمام. والله يتشبرون السالفة عند الإمام، والإمام يزعل ويطلب رأي سميرة يجيه. يوم دخل رأي سميرة وينشده الإمام، وراك حامين المجرمين. قال يا طول العمر والله إني بسلمهم لكن بنتي عيت. ويعلمه بالسالفة كاملة ويعلمه بلا بيعت. والله والإمام يشوش راسه. قال الإمام بنتك هي متزوجة؟ قال لا والله ما هي متزوجة يا طول العمر. قال إذا هي ترضى بي أنا باخذها. والله والإمام متزوج بنت الشبرمي، ويفك الله يدخل الشبرمي ويرسل لأهل القصيم تعويضات عن خسائرهم وتنتهي سالفتنا. حدثنا السالفة نختمها ببساطة النبي. اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين. اللهم نستغفرك وتوب إليك إني كنت من الظالمين. قصة كاملة راح أنزلها بقناتي باليوتيوب باسم فرحان خمشي. لا تنسون الاشتراك في القناة واللايك، وسنابي راح أحطه هنا.